السلام عليكم. عواشركم مبروكه. غنديروا واحد التحليل بسيط وبالزربه حول الحلقه ديال رشيد شو اثناء الاستضافه ديالو الابتسام تيسكت. واش هي بصح غضبات؟ هذا هو الجواب اللي بقاو كيتسناو فيه نصف المغاربه، بحيث انهم بقاو كيتسناو الحلقه. شوفوا معايا هاد البارتي الاولى ونكملوا. هذا الجرس زوين وانت مبوقس يا رشيد اليوم. الناس كيقولوا بانك ما في يدكش وسيري بدلي الحرفه. كنحاول نتجنب ان نجبدو انا وياك الصداع، ولكن رشيد انت زعما عيقتي عليا صراحه، وسمحوا لي نمسح. بون كما شفتوا هذه هي لا بارت اللي ركزوا عليها في الاشهار. علاش؟ حيت هذيك هي لا تكنيك ديال الاشهار. الا داكشي اللي فكرتي فيه انت وداك الفضول اللي دخلك وداكشي اللي ولا لك في دماغك هما اللي هادشي اللي بغاو يوصلوا لي، انك انت تنتظر الحلقه على احر من الجمر. باقي انت تبقى يعني عادي بنادم تتبع البرنامج غيبقى يتساءل علاش ياك ما انت اصلا تيقتي، فهمتيني؟ ولكن انا بالنسبه لي شخصيا ان فاش عرفت هذيك غير الاستراتيجيه، فهمتيني؟ عرفت تما كاين شي لابق. وكذلك نيت فاش شفت الحلقه كما شفتوا جميع شنو لقينا؟ بالله غير هو قال لها فلان اعطيني وجهك، يعني الخايب كما كنقولوا حنا، اثناء مثلا شي واحد قالك شي حاجه ما كتعجبكش. وهو اشنو قال لها؟ قال لها ابتسام تسكت، يعني كتيست بيناتهم. قال لها ابتسام تسكت، نعم. قالت لي نعم. قال لها يعني ها ما بداو ديك التمثيليه ديالهم تما. قال لها الى قال لها بلا المغاربه ما تيحملوش، كيقول لك اعتزل المهنه ورا ما راك غير معدي على راسك. وعطاتو هي مثلت ليه كيفاش غتصرف في ديك الانحاء بالوجه الخايب، ناضت ورجعت عاوتاني. هما ديك رجعت عاوتاني هي اللي ما بينوش لك في الاشاره. علاش بغاوك انت تبقى تقول علاش غضبات، علاش تبقى تسنى على تشوف الحلقه؟ هذه هي الاستراتيجيه ديال الاشهار. وكما شفتوا في الاخر هي ما غادوش ما والله، بغاوك انت تبقى دارك راسك